السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم جبت لكم اقتراح ديال واحد الوصفة ديال لاصوص طوماط كتجي هائلة. تقدروا تستعملوها في البيتزا، في المعجنات ديالكم، في لي باط، كتعطي واحد النسبة واحد المذاق رائع. ندوزو شوفوا المقادير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو المكونات التالية. انا هنا استعملت 2 انواع من الطماطم. عندنا طماطم سوريز، الطماطم العاديه كما كتشوفوا نفس المقياس. عندي الفلفله الحمراء اللي قطعتها شرائط بحال هاد الطريقه، وعندي واحد البصله، واحد 3 الوريقات ديال سيده موسى. الا كيبغي مذاق الثومه يقدر يزيد 2 فصوص ديال الثومه. ندوزو على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نشدو هذوك الطماطم ديالنا الكبيره، كنحيدو لها داك الرويس اللي كيكون الفوق. هادشي من بعد ما كنكونوا غسلناها مزيان بالماء والخل، كنخليوها بقشرتها، كنحيدوا لها غير داك الراس الفوقاني لا غير باش يدخلها الطياب. ما كنقسموها ما والو باش ما كتلقناش الماء بزاف، يعني باش تجينا ساهله باش كنطحنوها. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنقي هذوك الحبات ديال الطماطم ديالي كلهم كما كتشوفوا. كنحيدوا غير داك الرويس باش كيدخلها الطياب بسهوله، ما كتلقناش الماء بزاف، خصوصا ان حنا غادي نطيبوها بلا ماء. غادي نطيبوها تقريبا غير بواحد الكويس او نص كويس تاع الماء على حسب الكميه ديال الطماطم اللي غادي ديروا. انا هنا درت نفس الكميه، درت 3 كيلو من الطماطم الكبيره العاديه، 3 كيلو من الطماطم سوريز او طماطم صغيره. الدور ديال ديك الطماطم الصغيره انها كتعطي اللون لاصوص ديالنا بلا ما كنزيدو مركز الطماطم. ندوزو دابا نجيب واحد طاوه او كوكوط اللي توفر عندكم، كنديروا حبات ديال الطماطم اللي حيدنا لهم داك الرويس هما الاولى كنديروها بالتحت، انها هي غادي تشد الطياب مقارنه مع ديك الطماطم الصغيره. كنديروها كلها بهذه الطريقه كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيدوا لها واحد بصيله ونقطعوها شرائح باش طيب بهذه الطريقه. كنزيدوا لها دوك الشرائح ديال الفلفله. انا هنا استعملت نص كيلو ديال الفلفله الحمراء. من بعد كنزيدوا الطوماط السوريز ديالنا بهذه الطريقه كما كتشوفوا، لان الطماطم السوريز كما كتعرفوا انها كطيب بسهوله، يعني ما كتاخذش وقت كبير، فلهذا درنا الطماطم الكبيره والفلفله لتحت باش يطيبوا لنا ياخذوا الوقت. وكنزيدوا عليهم دوك 3 الوريقات ديال ورق الغار او سيدنا موسى، كيعطي واحد النكهه زوينه لهذا الصوص ديالنا. وكنديروا واحد المعلقه كبيره ديال الملحه كما كتشوفوا. غندوزو نخويو عليها واحد كويس د الماء باش ديك الملحه كتهبط وكتنسجم مع ديك الطماطم ديالنا. كنحاولوا نحركوا الطاوه واحد شويه باش ديك الملحه كتمازج. كنردوها طيب على عافيه مهيله. من بعد ما طاب الطماطم ديالنا او مطيشه ديالنا كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. ما كيجيش فيها الماء بزاف، يعني كيجي غير واحد شويه ديال الماء اللي طلقت طيبناها ناشفه. كندوزو كنخليوها حتى كتبرد، وكندوزو باش نطحنوها في الخلاط الكهربائي باش كتطحن مزيان. كندوزو نصفيوها من بعد باش نقدروا نزولوا ديك القشره ديالها زائد ديك الزريعه اللي كتكون منها. نتوما كتشوفوا انا طحنت الطحنه الاولى. كندوزو باش نصفيوها باش كتعطينا واحد القوام خاتر. كنتوما كنستمر بالطحن ديال المطيشه اللي عندنا اللي حصلنا عليها حتى كنكملوا الكميه كلها. بالنسبه لهاد الكميه ديال 6 كيلو د المطيشه، يعني 3 كيلو ديال الطماطم العاديه و3 كيلو ديال السوريز، عطاتنا واحد الكميه مهمه اللي غادي تنفعنا في تحضيرات رمضان المقبل باذن الله، ونقدروا نحتفظوا بها لمده سنه كامله ما كيوقع لها حتى شي حاجه. بالنسبه لداك المياه اللي صفيت ديال المطيشه هي اللي غادي نساعد بها الخلاط باش يطحن ديك الطماطم كما كتشوفوا. كنزيد غير واحد شويه باش تقدر طحنوا كما كتشوف. ها نتوما كنزيد غير شويه باش كتقدر تطحن. نستمروا بهذه الطريقه نبقاو نطحنوا ونصفيوها. بالنسبه لهاد لاصوص تقدروا تستعملوها في عده تحضيرات. انا هنا هانتوما كما غتشوفوا معايا في الفيديو قسمت هاد الكميه اللي عطاتني على 2، وحده زدت فيها النكهات ديال البيتزا، وحده خليتها عاديه اللي نقدروا نستعملوها
في مثلا زعلوك، في طويجنات ديالنا، في بالنسبه للمالح، هذوك العمارات د المالح نقدروا نزيدو فيها كتعطي واحد النكهه زوينه باش ما كتجيش ناشفه. عدد من التحضيرات تقدروا تستعملوهم، زائد انها الا درناها في لي باط او في المعجنات ديالنا كتعطي واحد النسبه رائعه. انا مأكده ان هاد لاصوص هادي لو وليتو كتستعملوها او طبقتوها بالطريقه اللي حطيتها لكم في الفيديو، انا متاكده انكم ما غتستغناو على هذه اللي كتباع في لي سوبر مارشي او في المتاجر الكبرى. هانتوما من بعد ما صفيت الطماطم ديالي كلها، حصلت على هاد الكميه اللي قسمتها على جوج. غادي ندير لهم التوابل. بالنسبه الاولى غادي نديرها عاديه كما كتشوفوا. غادي نضيف لها واحد المعلقه ديال الكمون مع عمراش، نص معلقه د الابزار، معلقه كبيره عامره ديال الفلفله حمراء، وشويه ديال الملحه ما كنقبوش، كندير غير نص معلقه حيت غادي نضيفوا عليها تحضيرات اخرى ملي غادي نستعملوها. بطبيعه الحال زيت الزيتون كيعطي واحد النسمه زوينه لهاد لاصوص. كنحركوا هاد العناصر مزيان حتى كتنسجم هاد الطماطم مع دوك العناصر. عاد نقدروا من بعد نردوها كطيب باش نعقموها، باش نقدروا نديروها في القراعي اللي كيكونوا ديجا معقمين، باش نقدروا نحتفظوا بها خارج المجمد. كتقدروا ديروها في بلاستيكات او في علب تحتفظوا فيها في المجمد. تقدروا تخزنوها بالطريقه اللي جاتكم سهله. هانتوما من بعد ما نساج من دوك العناصر غادي نجيب الكميه الثانيه ديال لاصوص باش نديروا لها التوابل، نفس التوابل تقريبا اللي درنا، غير هنا غادي نزيدو غير الاعشاب المنسمه. درنا الكمون، الفلفله حمراء، البزار، الملحه، وهنا غادي ندير الاعشاب المنسبه اللي كتباع في المتاجر اللي سميتها لي زيرب دو بروفونس، اللي تقدروا تعوضوها شويه ديال الحبق، شويه د الزعتر، شويه ديال الازير حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه، وزيت الزيتون بطبيعه الحال. من بعد كنحرك هاد العناصر كلها مزيان حتى كتمازج، وعاد نقدروا ندوزو نعقموها مزيان كما سبق وشرت لكم في الفيديو السابق اللي درنا لاصوص ديال الحريره كي درنا عقمناها باش نحتفظوا بها لمده طويله. الا كنتو غتحتفظوا بها في الثلاجه لا داعي انكم ديروا هاد المرحله ديال التعقيم. قبل ما ردها تعقم كنضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال السكر باش كنهرسوا لها هذيك الحموضه ديالها. بالنسبه الى كنتو غتحتفظوا بها في المجمد فلا داعي انكم ردوها تغلي فوق البوطه. انا غادي نردها تغلي باش تعقم. ها نتوما كتشوفوا بعد ما خليتها تغلى واحد الربع ساعه، شو القوام اللي حصلنا عليه؟ جا واحد اللون رائع. دابا غندوزو باش نديروهم في القراع على سبق وعقمت وهي مازال سخونه. بالنسبه لهاد القطعه من ليصاق او سكوتش انا تعمدت نديرو باش نفرق ما بين لاصوص ديال البيتزا ولاصوص العاديه، لان دابا غادي نردهم يطيبوا يتعقموا في الماء. يعني الا درت شي ورقه او شي حاجه مع فعل الماء وسخونيه غادي طير، فلهذا انا علمتهم بهاد القطعه ديال السكوتش. منين غادي يطيبوا ديك المرحله نقدر نزولهم ونكتب، غادي نكتب على كل وحده النوع ديال لاصوص ديالها. دابا كما كتشوفوا انا دابا راني ناولت هاد لاصوص هي سخونه باش منين نسدهم انا غادي نحتفظ بها غير في القراعي خارج المجمد كما كتشوفوا بهاد الطريقه. كندوز كندوز مسحو داك الجنيبات باش ننظفوا داك الجناب باش نقدروا نسدو، وكنزير وهما مازالين سخان كما كتشوفوا بنفس الطريقه اللي درت معكم في الفيديو السابق. وانا غنخلي لكم الوصف او نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا له باش تعرفوا الطريقه الصحيحه ديال التعقيم وباش تاخذوا الاستفاده. من بعد ما كنسدهم مزيان كندوز نعمر هذه لاصوص الاولى ديال البيتزا هي اللي علمناها بهذا الطريف ديال السكوتش كحل باش تبقى باينه مقارنه مع لاصوص الاخرى. من بعد ما كنزيرهم مزيان كنتاكد انهم تسدوا مزيان، كنستعن بهاد القطعه من القماش او هاد الزويف كنزلهم بهاد الطريقه، وكندوز نعمر الاخرين اللي راهم ديال لاصوص العاديه بنفس الطريقه هو مازال سخان. هانتوما شفتوا حتى هي كتجي تبارك الله خاتره. هانتوما حتى هما غادي نسدهم بنفس الطريقه. هادو انا ما درت لهمش سكوتش يعني باش يبقاو باينين ليا الاخرى تاع البيتزا وهادو العاديين. كندوز نزيرهم باش ندوز نديرهم في الماء
يتعقموا واحد نصف ساعة، وعاد نقدروا نحتفظوا بهم لمدة تزيد عن 6 أشهر. كما كتشوفوا كنتأكد انهم مسدودين مزيان باش نقدروا نردوهم يتعقموا في الماء اللي كيكون طايب. ما ديروش القراعي في الماء بارد باش ما كيتفرقعوا لكمش. هانتوما درتو في الماء طايب، من بعد ما بداو يغلاو كنتاكد انهم مسدودين مزيان، يعني دوك الغلاقات ديالهم تنفخوا، يعني ما بقاش الهواء داخل القرعه. في هذه المرحله هذه انا راني كنقص البوطه وكنخليهم يتعقموا نصف ساعه. هذه هي النتيجه النهائيه ديال لاصوص ديالنا. شوفوا كي كتجي خاتره، المذاق ديالها كيجي رائع. هانتوما هاد هما القريعات اللي حصلنا عليهم. شوفوا الغلاقات ملي كيكونوا مسدودين مزيان انهم ما كيبقاوش يتضغطوا. انا من بعد ما بردوا زولت ديك الطريف تاع السكوتش اللي كان فوق القراعي، وكتبت عليهم كل وحده كتبت عليها اش من نوع. وحده درت صوص بيتزا، اخرى تعمد ندير صوص كراطا باش نبقى عاقله عليها انها ديال الطويجنات، او نزيدها في الحشوات ديال وصفات المالحين. غنحل معكم واحد القرعه ديال لاصوص اللي وجدنا. هاد الصوت كيبين ان القراعي ديالنا تعقموا بالطريقه الصحيحه وانهم ما غاديش يخسروا. كنتمنى تجربوا هاد لاصوص وتعتمدوها في وصفاتكم، وخليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو مقبل مع وصفه جديده. الى اللقاء.